الكون فيه أسرار كتير وخفايا محرمة علينا ما نعرفش عنها حاجة، وناس مخصوصين بس هم اللي اتسمح لهم يكتشفوها، ومنهم شخص نجح في الوصول للأراضي المحرمة في الكوكب. مجموعة صناديق لقيتها الحكومة في مبنى قديم كان دار للأيتام، فيها هياكل وآثار لكائنات مرعبة ما شفتهاش في كوابيسك، جنيات وتنانين ومستذئبين. والسؤال هنا، يا ترى إيه اللي لقيته الحكومة في قصر ميرلين؟ تعال احكي لك عن أصل وفصل الحكاية في حلقتنا النهاردة عن صندوق ميرلين. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. وبتبدأ حكاية ميرلين سنة 1960 مع مجموعة من العمال شغالين في أعمال الهدم والبناء تبع الحكومة، وبيجي لهم أمر بهدم قصر كبير موجود في واحدة من ضواحي لندن المليانة عشوائيات. بيكون الهدف من هدم القصر ده هو إنه يتبني مكانه مجمع سكني جديد، والقصر ده في الأساس كان ملجأ للأيتام من حوالي قرنين، بس بعد فترة بقى قايل للسقوط وغير صالح للعيش فيه، وبالتالي أخلت الحكومة القصر من الأيتام وقررت تجدده. وفي اليوم المحدد وصل العمال، ودخل كذا واحد منهم للقصر عشان يفحصوه ويشوفوا لو في أي حاجة مهمة جوه، أو في أي حد موجود أو مستخبي ولا حاجة قبل ما يدوا أمر الهدم. وهنا ووقت ما كان العمال بيفحصوا البدروم، اكتشفوا غرفة سرية موجودة تحت البيت، وبعد محاولات كتير قدروا أخيرا يفتحوها، وهم كلهم أمل إن هم يلاقوا جوه كنز مثلا أو حاجة ثمينة، نظرا لكمية الإقفال والتأمينات اللي كانت على الأوضة، وده لأن جوه كان في صناديق كتير مقفولة بإقفال. وهنا افتكر العمال إن خلاص الدنيا ضحكت لهم وهيبقوا من الأغنياء، لكن فرحتهم دي كلها اتقلبت لما فتحوا أول صندوق من الصناديق الموجودة، لأن جواه شافوا أسوأ كوابيسهم: 5000 عينة من أجسام وهياكل لكيانات ما سمعناش عنهم غير في الأساطير وأفلام الكرتون، جنيات وتنانين وأطفال بقرون ومستذئبين، ده غير كائنات بحرية غريبة بحراشيف وإيدين بشرية. ضيف على كده أجنة بشرية ليها زوائد مخيفة ومش طبيعية، وجماجم بشرية تانية شكلها مخيف ومش طبيعي. 5000 عينة تخليك تلف حواليك، 5000 عينة تعرفك إن لسه في كائنات كتير ما تعرفش عنها حاجة. المشكلة إن كل نوع من دول كان فيه كذا عينة منه، كأن اللي حاططهم بيحاول يوصل رسالة إن الحاجات دي منتشرة وفي منها كتير، مش مجرد حالة شاذة حصلت بالغلط. ومن هنا العمال اتصدموا وعلى طول بلغوا الحكومة باللي حصل، وعليه قررت الحكومة تفحص تاريخ العينات دي. وكانت البداية من إن هم رجعوا لإدارة الملجأ، اللي قالت لهم إن هم أصلا ما كانش مسموح ليهم أو لحد من الأيتام إن هم ينزلوا للبدروم ده نهائي، وإن القصر ما كانش دار أيتام دايما، لأن ده في الأول كان بيت لراجل غني اسمه توماس ميرلين، وهو اللي بعت لهم وقال لهم إنه عاوز يتبرع بالقصر بتاعه للأيتام. وهم وقتها وافقوا ومضوا على عقد بكده، بس على شرطين: الشرط الأولاني إن هم ممنوع يبيعوا القصر أو يتصرفوا فيه بعد ما يموت، وإنه يفضل دار للأيتام. أما الشرط التاني والأهم فهو إن ممنوع حد منهم ينزل البدروم نهائي. ومن هنا عرف محققين الحكومة إن إجابة اللغز بتاعتهم موجودة مع هوية ميرلين، وعلى طول بدأوا يدوروا في تاريخه، وعرفوا إنه الابن الوحيد للجنرال ثيودور ميرلين، واللي اتولد سنة 1782، وعرفوا من السجلات إن أمه ماتت وهي بتولده، ومن وقتها وتوماس اتعلق بأبوه وبقى بيروح معاه في كل مكان. وبسبب القرب الكبير بينهم ده اكتسب توماس هواية أبوه، واللي كانت جمع التحف والغرائب، بس مش أي غرائب، ده الغرائب الخاصة بتاريخ الأرض البيولوجي والطبيعي، بمعنى تاني الحيوانات والكائنات الغريبة اللي كانت عايشة على الأرض سواء زمان أو حتى دلوقتي. وعلى حسب الشهادات فضل ثيودور وتوماس ابنه يدوروا ورا الكائنات الغريبة دي بكل طاقتهم لحد ما مات الأب، وبكده ما بقاش فاضل لتوماس حد غير هوايته الوحيدة. وعلى الأساس ده كبر شركاته وأموال أبوه لحد ما بقت تجيب له دخل يكفي رحلاته البحثية وسفرياته عشان يدور ورا الكائنات دي ويجمعهم. وطبعا وبسبب غرابة هواية توماس فما قدرش حد يقرب منه، والناس كلها كانت بتشوفه مريب أصلا. وهكذا فضل توماس عايش عشان يجمع التحف ويحضر المزادات اللي فيها هياكل الكائنات دي، لحد ما قرر سنة 1899 إنه يشارك هوايته الغريبة مع الناس ويعمل متحف يعرض فيه كل اللي جمعه ويوريه للناس. بس الغريب إن توماس بعد ما عمل كل التجهيزات والتحضيرات دي قرر فجأة إنه يلغي المتحف ويرجع للندن، وده كان شيء غريب جدا الحقيقة، لأن في الأصل كان حلم توماس وأبوه طول عمرهم، وكل الرحلات والاكتشافات اللي عملها دي عملها بس عشان يجهز للمتحف ده، فازاي بقى ساب حلمه بالسهولة دي؟
عموما على الرغم ان توماس اتخلى عن حلمه، بس الناس ما سابتهوش في حاله، والسبب هو ان توماس وقت اعلان المتحف كان بقى عنده حوالي 115 سنة تقريبا. والغريب مش بس عمره الكبير، الغريب ان توماس كان كل اللي يشوفه يلاقيه لسه شباب، بالكتير قوي تديله 30-40 سنة. وهنا الناس بدأت تهاجم ميرلين. في اللي قال انه بيتعامل بالسحر الاسود عشان يصغر عمره، وفي اللي قال لا، ده اكتشف ينبوع الشباب مع الحاجات الغريبة اللي هو بيكتشفها، وان الينبوع ده هو اللي صغره كده. ولما سمع ميرلين الكلام ده اختفى نهائي، كأنه خايف من حاجة، لحد ما جت سنة 1942 وظهر واحد بيقول انه هو توماس ميرلين، وانه عاوز يتبرع بالقصر بتاعه للأيتام. وعلى طول بلغت دار الأيتام الشرطة عن الشخص ده، وقالت انه منتحل شخصية راجل متوفى. بس الراجل قدم ورق وإثباتات إن هو ميرلين فعلا، وإنه عايش بقاله 170 سنة. وبعد ما الشرطة اتأكدت من ورقه سابوه، ومضى ميرلين العقد مع دار الأيتام بالشروط اللي قلتلك عليها. ومن بعدها اختفى نهائي وما ظهرش تاني لحد النهاردة. ومع الوقت اختفت أسطورة ميرلين والناس نسيته، لحد الوقت اللي اكتشف فيه العمال الصناديق اللي اتكلمنا عنها في الأول. ووقتها جرايد كتير نشرت حكاية ميرلين وحكت قصته، بس وزيها زي أي حكاية تانية بعد فترة القصة اتنست، لحد ما جت سنة 2006 واتكلم عنها موقع ماورائيات مشهور اسمه YouFunk.net. وقتها الناس افتكرت ميرلين وبدأت تبحث عنه تاني، لحد ما ظهر واحد اسمه أليكس CF، وده نحات ورسام وفنان وكاتب، واللي قال إن عنده مجموعة ميرلين وكل الصناديق اللي كانت في بيته، لا وكمان معاه مذكراته، واللي وضح فيها جاب الكيانات دي منين. وقال بعدها إن ميرلين كان بيتكلم طول الوقت في المذكرات عن الأكوان الموازية وعن عالم تاني خافي علينا ما نعرفش عنه حاجة. وكمل وقال إن المذكرات كانت غريبة، وكان فيها معلومات عن نظريات في ميكانيكا الكم وعلوم تانية متطورة بيتكلم فيها ميرلين باستفاضة، على الرغم إن العلوم دي ما كانتش مكتشفة أصلاً في عصر ميرلين. وسنة 2010 قرر أليكس إنه يحقق حلم ميرلين، ونجح في إنه يعمل متحف يضم كل كائنات وكيانات ميرلين عشان يقدر العامة يشوفوها ويحكموا على غرابتها بنفسهم. وبس كده يا سيدي، بكده تكون انتهت قصة صناديق ميرلين. بس يفضل معانا سؤال واحد: هل فعلا القطع بتاعت ميرلين حقيقية؟ وهل القطعة اللي كانت مع أليكس دي هي الأصلية والموازية لمجموعة ميرلين؟ أما الأهم من ده كله، فهل في كيانات غريبة زي دي إحنا ما نعرفش عنها حاجة فعلا؟ وبصراحة أنا هقولك رأيي قبل ما أسمع رأيك، وهو إن إحنا أصلا بكل معلوماتنا عن الحياة والطبيعة ما نعرفش غير نسبة لا تذكر من الكيانات اللي عايشة على الكوكب اللي إحنا عايشين فيه. وأحب أقولك إن في علم كامل أصلا متخصص بيدرس الكيانات دي اسمه علم الكريبتيدات، وده بيدرس كل الحيوانات اللي العلم ما درسهاش أو ما كانش عنده أثر ملموس عليها، ده غير كلام الشهود أو الصور. والحقيقة إن في أمثلة كتير على الكريبتيدات، منها تشوبا كابرا وبيك فوت وحش بحيرة لوخ نيس والمستذئبين ومصاصين الدماء وحاجات تانية غيرهم كتير. وفي الآخر أحب أقولك حاجة: مش كل الكريبتيدات العلم مش متأكد منها. الفكرة في الكريبتيدات إن محدش يصطادها أو معاه هيكل عظمي ليها كدليل ملموس على وجودها، إنما في الحقيقة ففي بعض الكريبتيدات، إن ما كانش أغلبها يعني، اتصور وشهد على وجوده ناس كتير. عموما حكاية الكريبتيدات دي واسعة وكبيرة، علم كامل عاوزين حلقات كتير عشان نحكي فيه، ودي بس كانت مجرد نبذة صغيرة عنه. عموما مستنين أراكم في التعليقات، وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب عشان التيم يقدر يكمل في مجهوده في النشر. كان معاكم تيم حكاية أصلي، استنونا في الحلقات الجاية.